الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سويداء قلوبنا أبا القاسم سيدي يا رسول الله، لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة، فجزاك الله عن المسلمين خير الجزاء. جزاك الله عنا خيرا يا سيدي يا رسول الله، يا من أوصلت لنا هذا الدين. أيها الإخوة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض بحاجة لقانون يسير عليه، بحاجة إلى نظم ودساتير يسير فيها ومن خلالها حتى لا يطغى إنسان على آخر، فيكون القصاص يوم القيامة حتى يقتص الله سبحانه وتعالى من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. فهذا القانون أيها الإخوة الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الأنبياء من لدن سيدنا آدم فإبراهيم فموسى فعيسى فداود، وأنزل معهم الكتب السماوية، فأنزل على إبراهيم الصحف فيها تبيان، وأنزل لآدم وعلمنا آدم الأسماء كلها، علمه كل شيء. الله سبحانه وتعالى علم آدم كل شيء، حتى التقنيات الحديثة التي نحن نعمل بها علمها لآدم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك الصحف على إبراهيم، وأنزل الزبور على داود، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وهو ما يسمى العهد القديم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الإنجيل بعد أن مضى ردح من الزمن وتطورت عقلية البشر واحتاجت إلى شريعة جديدة وقرآن جديد ودستور ونظام جديد، فأنزل الله سبحانه وتعالى الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام، وهو بما يسمى العهد الجديد. ومضت الأيام ومضت السنين والبشرية تتطور حتى أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، هو العهد الأخير بيننا وبين الله. هذا كتابكم أيها الإخوة، هذا قرآنكم، هذا دستوركم، فيه كل شيء، كل شيء في هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فنزل القرآن وحمله من حمله من المؤمنين الموحدين المسلمين حتى وصلوا من غانا إلى فرغانا ومن طنجة إلى جاكرتا، وانتشر الإسلام وانتشر هذا الدستور، دستور قرأه المسلمون قراءتين، قرأوا كتاب الله المسطور فعملوا فيه، وقرأوا كتاب الله المنظور وهو الكون وعملوا فيه. فشهدنا فيما شهدنا أيها الإخوة من التقدم العلمي في بلاد المسلمين ما يحتاجه ملوك الغرب
أن يرسلوا صبيانهم وفتياتهم ليتعلموا في جامعاتنا. هذا قرآنكم. القضية إذن أين أيها الإخوة اليوم في عام 2023 في القرن العشريني؟ المشكلة فينا، ليست القضية والمشكلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، المشكلة فينا نحن. هل نحن نقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى غضا طريا؟ هل تمسكنا بما فيه من تعاليم؟ ما في واحد منا، لا يوجد واحد منا يستطيع في ألمانيا أو في هولندا، وأنا جئتكم من هولندا، أن نعيش مخالفين للقوانين. فلا يستطيع واحد منا أن يكسر إشارة المرور، ولا أن يخالف تعاليم الطبيب حتى، ولا أن يخالف تعاليم الضرائب والجهات الرسمية والحكومية أبدا، لأنه نظام يحتاجه كل إنسان حتى تستقيم الحياة، وإلا لبغى بعضنا على بعض. ولولا دفع الله الناس لهدمت، ولولا دفع الله الناس ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله. قانون، نظام يجب على كل واحد منا أن يطبقه. إذن المشكلة فينا أيها الإخوة، مشكلة في أن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونفهم معانيه ونتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفال مقفلة مغلقة والعياذ بالله، لأننا بعدنا بعدا كبيرا عن اللغة العربية، بعدنا بعدا شاسعا عن الذوق لهذا القرآن. ماذا قال أبو جهل؟ ماذا قال أبو الحكم؟ ماذا قال صناديد قريش عن القرآن وهم يكفرون بالقرآن؟ قالوا إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. كيف وصلوا لهذه النتيجة بالله عليكم؟ وصلوا إليها بعد أن تذوقوا كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ليس فقط طه على أحد التفاسير أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التفاسير الأخرى طه يا رجل، والرجولة هنا لا تعني المذكر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله سبحانه وتعالى لنا كتابه حتى نشقى، إنما أنزله حتى نسعد في الدنيا والآخرة. فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر، ومن تولى اسمع قول الله تعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القضية كبيرة أيها الإخوة، ونصيبنا اليوم أن الجو حار لا نستطيع أن نطيل. القضية أيها الإخوة أن نقف وقفة مع النفس مرة أخرى، مع العائلة، مع الأسرة، مع الأولاد والذراري، ونعود بهم إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نعرفهم على هذا القرآن وما فيه
ومن حمله إلينا من الصحابة الذين وصلوا إلى أقاصي الدنيا يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى فيه العدل والرحمة. ولذلك يخرج علينا كل فترة أناس وما هم إلا كمسيلمة الكذاب، حتى ادعى النبوة وقال لقد جئتكم بقرآن مثل قرآن محمد. الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، كلام تضحك منه الثكلى ويشيب منه الأقرع وتسقط منه الحبلى. يخرج علينا أسقاط من البشر الذين ما فهموا عن ربنا سبحانه وتعالى، الذين غاب عنهم أن هذا القرآن هو الذي حفظ أجدادهم، هو الذي حفظ آباءهم، هو الذي حفظهم حتى اليوم. يعتقدون معتقداتهم المنحرفة، يريدون أن يدنسوا كتاب ربنا، وكتاب ربنا على الرأس من فوق. أيها الإخوة، لا تلتفتوا إلى هؤلاء، ولكن التفتوا إلى كتاب ربكم. هذا القرآن لستم أنتم من تحفظونه، إنما الذي تكفل بحفظه هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن القضية ارتاحوا أيها المسلمون. حفظ كتاب ربكم ليس عليكم، وإلا لكان ضاع منذ زمن، منذ سقوط الأندلس. حفظه تكفل الله فيه، ولكن القضية فينا نحن معاشر المسلمين. كم مليون مسلم اليوم نحن؟ ملياري مسلم. ملياري مسلم اليوم بحاجة أن نعود مرة أخرى إلى كتاب ربنا الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، ولا نلتفت إلى أولئك السفلة المجرمين أشباه الرجال الذين ما التفتوا وما نظروا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فلو قرأوا آية من كتاب الله لسجدوا لله طائعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها بالدين يا رب يا كريم. أيها الإخوة، القضية اليوم المنتشرة في السوشيال ميديا وإلى ما هنالك من الأنباء والأخبار أن الذين يتعرضون لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ويريدون أن يزلون كتاب الله عز وجل، هذا أيها الإخوة هذا قدس الأقداس، هذا القرآن قرآن ربنا سبحانه وتعالى، لن ولا نسمح أن يقترب منه أي إنسان ولو كان بدعوى الحريات، لأن هنا الحريات تقف، لا يجوز أن تتعدى إلى مقدسات الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الغزوات والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يأمر الجند والقوات أنكم إذا رأيتم صومعة أو عبدا ناسكا في صومعته فاتركوه، فمن دخل صومعته وكنسه وكنيسته فهو آمن. ليس من منهجنا أن نعترض أو نتعرض للمقدسات الأخرى عند الآخرين، ولكن لا نريد أن يطفح الكيل في دنيا المسلمين اليوم. يجب على السلطات أن تأخذ زمام المبادرة
وتمنع أي أحد أن يقترب من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن هو دستور هذه الأمة، إن هذا القرآن هو نظام هذه الأمة، إن هذا القرآن هو الذي يوصلنا بالله سبحانه وتعالى، فهو حبل الله، هو العهد الأخير، هو الوحي الذي بيننا وبين الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الصراط والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تب علينا وعلى العصاة من أمة سيدنا محمد. اللهم يا مولانا عد بنواصينا إلى شريعتك، اللهم عد بنواصينا إلى كتابك. اللهم يا مولانا واجعلنا من الذاكرين لك الشاكرين لك. اللهم اجعلنا ممن تلا هذا الكتاب حق تلاوته. اللهم يا مولانا اجعلنا من الذاكرين التالين لكتابك يا مولانا يا كريم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم في الليل والنهار. اللهم يا ربنا واجعله شافعا لنا. اللهم يا ربنا إنا نسألك هذا القرآن العظيم أن يكون في قلوبنا وفي صدورنا، واجعله شافعا لنا يا مولانا يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين يا مولانا يا كريم، لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، والبسنا خلعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن يا مولانا يا كريم. اللهم اجز من صنع معروفا في هذا المسجد يا مولانا يا كريم، اللهم اجزه خيرا. اللهم أنبته نباتا حسنا، اللهم أصلح له الذرية. اللهم يا ربنا واجعل بيوتات المسلمين أجمعين على خير وفي خير. اللهم واجمعنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.